هذه قصة فيها صورة من صور النبل، وأنا قد قلتها في سنابي لكن بعيدها بشكل مختصر، وهي قصة حقيقية حتى يقولون أنها حصلت في بغداد. يقولون هذا واحد ورث من أبوه مال كثير وله أصدقاء 3، وصار يوزع عليهم ولا يبخل عليهم، وتعرفون الرجال اللي جاه المال وهو ما تعب فيه قاعد عليه، وصار يبعزق يمين ويسار ويعطي هذا ويعطي هذا، لا ما يبخل على أصدقائه مرة، ما بخل عليهم. يوم من الأيام تفرقوا، كل واحد راح في ديره، وهو بدأ سبحان الله يفقر، لعاب ما يمسك الفلوس، يفقر لين فقر، وإذا ما عاد عنده ولا ريال، ما عاد عنده ولا شيء، خلاص فقر. وتذكر أصحابه، وخاصة صاحب له منهم هو اللي ساعده، هو اللي وقف معه، لين سمع انه صار من اغنياء البلد اللي ساكن فيها، هو بعيد عنه. قرر وقال انا بروح له، زي ما وقفت معه وانا عندي فلوس لازم اكيد بيقف معي، مستحيل انه يتخلى عني. ومشى ايام وليالي، ايام وليالي، فقير، لا عنده لا كثير ولا قليل بعد ما كان غني. ووصل لصديقه اللي صار غني. يوم جاء والقصر والحراس والعالم، وهو يجي عند الباب ويرده الحارس. قال وين رايح؟ ثيابه قديمه ومقطعه وباين عليه الفقر من بعد ما كان غني، وهو اللي اصلا صاحب فضل على صاحب هالقصر، بس الحارس ما يدري. قال انا ابغى فلان. قال من اقول له؟ قال قل له فلان الفلاني صديقك. والله يروح الحارس الى عند راعي القصر اللي هو صاحب الرجال هذا اللي برا. قال يا اخي برا واحد ثيابه مقطعه وتعبان وظروفه تعبانه، حتى الله يكرمك حذيان ما فيه، ويقول اني بقابلك وصديقك. كيف جاء صديقك؟ انا اعرف انه مو صديقك، بس انا قلت اوصل لك الكلام. طلع صاحب القصر يوم والله جاء من عند هذا وهو يشوف الباب وعنده صديقه واقف ومقطع ثيابه وتعبان. رجع الحارس قال قل له اطلع توكل على الله، ما هو صديقي ولا اعرفه ولا يعرفني. نزل الحارس ويجي لصديق الرجال هذا راعي القصر، قال راعي القصر يقول توكل على الله، لا انت صديقي ولا اعرفك ويلا. قال لا، يقوم الحارس يدف ويلا همش، يصك الباب، باب الحوش، ويروح الرجال حزين مكسور الخاطر. وش يسوي؟ اقرب اصدقائه له تخلى عنه، ويذكر انه له معاريف عليه وجمايل. يقولون من ضمن الجمايل انه يعني حتى انه كان يحب واحدة هذا الرجال، وحبها راعي القصر صاحبه هذا اللي كان فقير، وهذا ما يدري وزوجه اياها. يقولون مشى وهو مكسور الخاطر، ويمشي ويعد في خطاه في الصحراء تعبان، الا وهاك الاثنين اللي متعدينه جايين ويوقفون عنده. من وين جاي؟ وقال والله انا جاي من المدينه الفلانيه، كان لي صديق وخان فيه. قالوا بسيطه، المهم انت تروح معنا، احنا حنشل، تروح معنا ونبغاك حارس عند الكنز لين نروح يوم واحد واحنا جايينك، لين في كنز باقي في المدينه نبغى نروح نجيبه، وخايفين الكنز اللي معنا هذا ان يجيه واحد ياخذه، نتشارك احنا وياك. قال نتشارك، باعها خلاص. قال يعني انا وش وظيفتي؟ قال وظيفتك انك تقعد عند الكنز في الكهف هذا، ما تروح لا يمين ولا يسار لين نجيب الكنز الثاني ونتقسم. قال نوافق. طيب اذا تاخرت؟ قال اذا تاخرنا عن يومين روح، الكنز لك، لكن احنا جايين. المضطر يسوي اي حاجه. قعد في الكهف عند الكنز حق الحنشل الاثنين، وعودوا المدينه. اليوم الاول، اليوم الثاني، الثالث، الرابع، قاعد ينتظرهم خوياه. اعطاهم يومين زياده، ما فيه، ما جو. قال اكيد انهم مسكوهم وسجنوهم، وهو والله ياخذ الكنز ويعود المدينه اللي صاحبه فيها، خلاص عنده فلوس بيعود المدينه وبيشتغل، وحاقد على صديقه لانه طرده. ويجي ويسكن فاك البيت، ويوم سكن فاك البيت الا وجايته هاك الحرمه ولا سبحان الله ومعها هاك البنت. قالت يا ولدي احنا ندور شغل وندور فضل الله، وانت رجال عزابي ولا عندك احد يخدمك وينظف بيتك،
وانت الحين تاجر، هو صار تاجر من التجار، من الكنز، دخل السوق وباع واشترى وسوى له محلات وصار اسم معروف. المهم قال تم، وش شغلكم؟ قالت نجي ننظف بيتك ونزبط شغلك. ومرة قال انا ما افق. تم. هو والله يشتغلون عنده. يوم قعدوا فترة قالت يا ولدي بنتي هذه اذا بتزوجها تراها حلالك. قال لي والله بزوج، انا ادور حرمه وهذه البنت زينه. يلا هو ياخذ البنت ويتزوج وينبسط. عاش ويعطيهم راتب، مدري وش يعطيهم. يوم من الايام بعد كبر، تعرفون الانسان اذا صار عنده ماده يصير عنده يعني تزيد فيها الكرامه شويه وعزه النفس، يعني مع ان الكرامه مع كل الناس، لكن اللي يجي معه ماده تجي معه مسببات انه يقدر ينتقم. وهو يجمع تجار المدينه كل ابوهم ويعزم صاحبه لانهم في نفس المدينه. قال تعال. عزم صديقه وجاء صديقه واصطك المجلس كلهم تجار، وتعرفون سمعة التاجر تهم. وقال بشوه سمعة الرجال هذا، وهو يستاهل الصراحة انه يستاهل. طردة ما هي حلوة وتنكر له. يوم تعشوا قال يا الربع وش رايكم في الرجال اللي حب حبيبتي وانا ما ادري وهو ما يدري، وتنازلت له بها واغنيته واعطيته وساعدته واعطيته كذا واعطيته كذا واعطيته كذا، وعدد لهم عطاء كثير. ويوم شانت ظروفي وزانت ظروفه جيت عند بيته وطردني وتنكر لي. وش رايكم فيه؟ قالوا والله هذا مجرم، هذا ما يستحي، هذا وضيع. من هو؟ قال من هو؟ مصرين تعرفون من هو؟ قالوا اي والله مصرين عشان نقاطعه ولا عاد نسلم عليه ولا عاد نهرج معه. قال الرجال هذا هم يطلعون فيه وهم يذكرون انه رجل كفو في خير. استغربوا، معقوله انت يصير منك الكلام هذا؟ معقوله يعني ما يصير؟ قال اول حاجه الرجل هذا صحيح اني خطبت خطيبته اللي يحبها وانا ما ادري انه خاطبها، تنازل بها عني وراح يخطب. ما قال لي انها خطيبتي، لو قال لي انها خطيبتي والله ما اخطبها، لكن سكت وراح معي اصلا يخطب. والله يجزاه بالخير ويبيض وجهه، واعطاني ولا قصر. لكن يسالوه عن الاثنين اللي قابلوه في الصحراء اللي معهم كنز وتركوه وراحوا، وسالوه عن الحرمه وبنتها. ترى الحرمه امي وبنتها اختي اللي هي جوزة ذا الحين. الرجال طبعا ما حب انه يعلمني هاك الايام يوم انا اخطب خطيبته، وانا يوم شفته في وضع مثل هذا الوضع، رجال مكسور وفقير، ما حبيت اني اجرحه زياده واتصدق عليه واعطيه. حبيت اني ارد له المعروف وهو ما يدري، عشان يعرف ان المال هذا جاه من تعبه ومن كد جبينه، ما يصير يحسب للناس عليه جميل وان هذا له فضل وهذا له فضل. هم يقومون يحتضنون بعض. هذا خابر القصه. سبحان الله، هذه قصه وهذه صوره من صور النبل. شوف سبحان الله، سوى معه كل هالمعاريف ولا قال انا سويت ولا حاجه. اصلا ما يبغى يدري ليه؟ عشان ما تنجرح مشاعره ويحس ان لحد فضل عليه. سبحان الله. سلامتكم.